الغواصون من أجل اللؤلؤ في الخليج كانوا يخاطرون بحياتهم في جمع المحار، وقد لا يجدون اللؤلؤ في ذلك المحار. لكن بائع الأرز الياباني ميكوموتو فكر في الأمر واكتشف طرقا أسهل في تحصيل اللؤلؤ. لاحظ ميكوموتو أن المحار حينما يدخل في نسيجها الرقيق حبة رمل فإنها تتأذى منها ولا تستطيع التخلص منها، ولهذا فإنها تفرز تلك المادة حول حبة الرمل لكي لا تتأذى منها ثم تتجمد بعد ذلك. فقام الرجل بتجميع المحار وغرس حبات الرمل فيه وتسجيل تلك المعلومات عن كل محارة، فأصبح يعرف متى يجري استخراج اللؤلؤ، كما عرف أنه بالإمكان التحكم في حجمه وشكله. وهكذا خسر الغواصون الخليجيون وغيرهم ما تدره عليهم تلك المهنة من مال، وسموه اللؤلؤ الصناعي، وما هو بصناعي ولكنه لؤلؤ طبيعي أمكن التحكم فيه. أنا إبراهيم من غزة، اعمل لي متابعة للمزيد ويعطيكم العافية.